بالرياضيات بالسادسة تريد تاخذ 100، دائما حاول تكون انت متقدم خطوه عن الماده اللي نعطيها الاستاذ. يعني دائما حاول تعصر دماغك وتحل اللي بعده ما محلول، لان هاي رياضيات مو احياء وموقع ووظيفه ومقارنه، ولا تاريخ ومعركه وانتفاضه وثوره ونتائج وصارت بين اثنين ومن الطرف المنتصر. لا لا لا. ولا هي ادب قصيده وتخرطها نفسها، او حياه شاعر، او نثر او غيرها. هذا رياضيات. الرياضيات دائما قابل للتجديد وقابل انه تتطور افكاره. فدائما انت اخذها نصيحه، اذا تريد تتقدم وتاخذ 100 بالرياضه دائما حاول تسبق الاستاذ حل 3 اسئله او 4، وهذا السؤال بعده ما طارق فكرته، لكن انا اقدر احله وفق الماخذه. اوكي، حاول به. ان شاء الله المحاضره القادمه راح نحل ذن السؤالين ونختم مشتقات الدوال الدائريه. يعني بالفصل بعدنا تقريبا يعني يمكن 6 محاضرات او 7، 6 أو 7 محاضرات ان شاء الله، ونختم الفصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.